السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين. اللهم آمين. لك الحمد ربي حتى ترضى. لا إله إلا أنت سبحانك. اليوم أنا في مشكلة حقيقة. أحد الإخوة على اليوتيوب قال لي: ويوم الدين سأخاصمك أيضا لأنك تكلمت في دين الله بغير علم. يعني أخ انتدب نفسه حتى يخاصمني يوم الدين لأنني تكلمت في دين الله بغير علم، يعني أنه الأخ شهد علي أني أتكلم في دين الله، وكان كلام محل هذا التهديد وهذا التهويل، أنني تكلمت في أحد الإخوة أسميه أخ لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان دينه فاسد ولكنه مسلم. هذا الأخ كفر المسلمين وبدع المسلمين، وقال أن المنهاج، كما قال: المنهاج ليس اسم ولكنه دين الرسول صلى الله عليه وآله. يظن الأخ أنه لأنني قلت هذا الكلام أنني أتكلم في دين الله بغير علم. أنا آخذ العلم كما قال الأخ: لا أعلم من أين تأتي بأفكارك. أنا سأريكم للمرة الثانية وليست الأخيرة إن شاء الله. يعني وعدت الأخ أنه سيسمع أنكى من ذلك. يعني كلما على صوتهم على صوت النبي صلى الله عليه وآله على صوتي على صوتهم حتى يسكت الجميع ويبقى كلام محمد صلى الله عليه وآله هو الأعلى. أتيتكم والله لا أعلم كيف أسميه. أتيتكم بشيء مفاجأة من صحيح مسلم. صحيح مسلم. هذه الطبعة إيرانية. عفوا ليست إيرانية. هذه طبعة مؤسسة زاد للنشر والتوزيع، جامعة الأزهر القاهرة، الطبعة الأولى. حتى لا يقال أنني يعني شيعي مندس، أو أنني أتيت بصحيح مسلم القمي أو الكربلائي. سننظر مع بعض. سأقرأ عليكم بعض الروايات. إن شاء الله لن أعلق. يعني أظن أنكم يعني أنا أظن صراحة أن الناس الذين يستمعون لي، أو عامة الذين يستمعون لي أو يسمعون لي، عندهم شيء من الذكاء يمكن لهم به، أن الذكاء والفطرة والحنكة، أن يفهموا التناقض الموجود في الروايات. الحديث 169، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه مني وكتب صلى الله عليه وسلم، قال: أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنا راء من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم أو اللمم، قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت: من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم عليه سلام الله. هذه مني. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى، تذكروا جيدا، أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت: من هذا؟ فقيل: هذا المسيح الدجال. الحديث الذي بعده: عن ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه مني، يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. هما الحديثين. طيب، الدجال أعور العين اليمنى في نفس صحيح البخاري. سأقلب يعني حتى لا تقول في اقتطاع أو تدليس. أقلب. حدثنا الحديث 2934. حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله مني: لأنا أعلم بما مع الدجال منهما ونهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض أو يغمض،
ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هنا عندنا الدجال ممسوح العين. الحديث الذي قبله باب ذكر الدجال وصفته وما معه 129 الحديث. حدثنا أن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله هذه مني اللهم صل على محمد وآل محمد ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة يعني متدلية، يعني ليست طافئة يعني. طيب، ولا 3 أحاديث أو 4 أحاديث تثبت أن الدجال عينه المعطوبة التي فيها عور، فيها خلل، فيها نقص، هي العين اليمنى. أبلغ الصفحة نفس صحيح المسلم، صحيح مسلم. الحديث 104 من قوسين 2934. حدثنا قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذه مني الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. يعني في نفس الكتاب عن نفس الشخص مرة أعور العين اليمنى، ومرة أعور العين اليسرى، وأن النبي صلى الله عليه وآله لما أذكر إذا لم أكن مخطئ في البخاري قال سأعطيكم فيه يعني بمعنى كلام علامة لن تضلوا فيه، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. المشكل أين المشكل؟ أن في نفس صحيح مسلم طبعا ليست بإيرانية، ليست بيمنية، ليست بعراقية، ليست بلبنانية، ليست صفوية، هذه الطبعة طبعة المسلمين أهل السنة والجماعة. الدجال تارة أعور العين اليمنى وتارة أعور العين اليسرى، وهذه العلامة كما قال عندهم النبي صلى الله عليه وآله علامة حتى لا نخطئ فيه. يعني بغض النظر عن هذا الكلام في أن العلامة التي نفرق بها بين الله سبحانه وتعالى تبارك اسمه الذي ليس كمثله شيء والدجال في الأحاديث في الصحيحين على الأقل، أن هذه العلامة أن كي لا يعني نخطئ حتى لا نعبد الدجال ظنا منا أنه الله تبارك اسمه تعالى اسمه المجيد في العين، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. المشكلة الآن إذا كانت عينه اليسرى واليمنى يعني فيها عور، كيف نفرق؟ يعني كيف يتركنا النبي صلى الله عليه وآله في هذه الحيرة؟ ربما يأتي بعين عوراء في يوم، ثم غدا يأتي بعين عوراء أخرى، ثم ربما يأتي بكلتا عينيه فيهما عور. فكيف نفرق بين الله سبحانه وتعالى عند القوم؟ كيف نفرق بين رب العالمين رب العزة الذي ليس كمثله شيء تبارك اسم رب المجيد تعالى الله علوا كبيرا على ما يقولون؟ كيف نفرق بين الدجال الذي هو مخلوق يحيي ويميت وينبت الزرع ويجوع ويفعل ما لا يفعله البشر إلا الأنبياء بإذن من الله، فأخبث فتنة وأكبر فتنة التي كما ذكر في البخاري التي يفتتن فيها المسلمون والناس رجل علامته تارة يمنى وتارة يسرى. إن شاء الله إخوتي من أهل السنة والجماعة يوم الدين سأخاصمك أيضا لأنك تكلمت في دين الله بغير علم. قولوا لنا إن كان هذا هو العلم الذي يخاصم عليه يوم القيامة، والحمد لله. أنتظر الأخ يوم الدين وأنا آوي إلى ركن شديد، محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.